بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحداث السوبر المصري فيها إثارة أكتر من إثارة المباريات. يعني المباراتين اللي اتلعبوا في السوبر، إذا كانت مباراة الزمالك وبيراميدز، داخل المباراة ما فيهاش إثارة. فرقة بتحاول توصل وفرقة تانية مستنية اللحظة اللي تنقضي فيها. الأهلي والسيراميكا، سيراميكا بتكافح قصاد فرقة ملهاش هوية، فرقة لابسة تيشيرتات بتاعت النادي الأهلي، لكن لا تمثل الفرقة النادي الأهلي في شيء إلا احتياج الأهلي للفوز واحتياج اللعيبة للفوز. لكن الأهلي ما عملش حاجة يستاهل عليها في الآخر، ولا هو ولا المدير الفني، إن الأهلي يكون في المباراة النهائية. الفرقتين اللي يستحقوا إن يوصلوا للمباراة النهائية بيراميدز سيراميكا. شعبية بقى، وعشان خاطر التسويق، وعشان خاطر إن البطولة يفضل فيها طلب عليها طلب، يبقى الأهلي والزمالك لكن كورة متعة بيراميدز سيراميكا. ايه اللي الزمالك عمله؟ ده يمكن الزمالك خد السوبر من الاهلي وهو بيأدي بروح اقوى. هل هو عدم وجود دونجا هو اللي خلى شكل الزمالك بالشكل ده؟ الزمالك ما عملش حاجه. الزمالك يمكن ما راحش للمرمى الا بكوره في الشوط الاول احرز منها الهدف. في الشوط الثاني كره زيزو اللي ضاعت. غير كده لا، بيراميدز عامل كل حاجه، توفيق وعدم توفيق، ضربه جزاء رمضان صبحي لعبها الكره تضيع. انا ما بحبش اتكلم على اخطاء تحكيميه، لان انا قلت لكم من الاول الحكم عادي خالص ممكن يبقى ليه قرار في وسط المباراه، قرار مش موافق فيه. المشكله ان القرار الحكم زي قرار حارس المرمى وزي المدافع، قراره هو مش موافق في الكوره هدف. لكن المهاجم لما ما بيحرز الهدف هو ما اثرش على فرقته، على الاقل المباراه تفضل تعادل. لكن داخل المباراه الزمالك ما قدمش حاجه، ما عملش حاجه، ما تعرفش جوميز عايز ايه. انا مش مع زمايلي اللي بيقدموا ويقولوا لا جوميز في المباريات الكبيره، المباريات القويه هيبقى ده اداؤه دفاع، هو كيروش، هو هيدافع، هو هيجي اللحظه اللي يكسب. لانه الزمالك هو فعلا مدرسه الفن والهندسه. البرازيل لو بتأدي ده عشان تكسب البطوله ما كانش حد حب البرازيل وما كانش حد يشجع البرازيل. ممكن الكلام ده يبقى مطلوب من باراجواي، لكن مش من التانجو، مش من السامبا، مش مطلوب من الزمالك. انا ما شفتش الزمالك سيء بالدرجه دي. يمكن بيراميدز اللي عندها شجاعه واللعيبه كمان الجديده خدت مباريات زي صديق ابولا كده، والدنيا مشيت والامور مشيت، ورمضان بيلعب بقاله مباراه واثنين وثلاثه وقادر يكمل 90 دقيقه. لا، انا شايف الامور هتبقى اقوى ببيراميدز. بيراميدز كان يستحق البطوله ويبقى منافس قوي على كل البطولات المحليه بما فيهم كمان بطوله افريقيا. لكن الصوره اللي ما عجبتنيش وما تعجبش اي حد، الزمالك بيخش فيه هدف، اعضاء مجلس الاداره يسيبوا المقصوره ويتحركوا. طب حتى لو الزمالك اتغلب اقف كمل، بين الصوره الرياضيه. احنا رايحين الامارات نبين الصوره عن الرياضه وعن الكوره، لكن احنا وصلنا صوره سيئه، انك مش قابل تبقى مغلوب، مش قابل تبقى مهزوم، مش قابل. يا ريتك مثلا بتقوم تنسحب عشان ضربة جزاء في الدقيقة 96 بتتحسب عليك، عندك شك، ونقول انك بتنسحب اعتراضا على شيء، مع انه مش ده الصح والصورة السيئة انك تنسحب. لكن في مباراة الاهلي
ضربه جزاء تتحسب، يا هات اللعيبه. طب الزمالك كان بينسحب؟ لا لا لا، ده احنا كنا بنهدي اللعيبه. الزمالك فيه حاجه غلط، هو مش قادر، المنظومه فيها مشكله. الزمالك حسين لبيب يطلع يقول اكبر قلعه رياضيه، اهم قلعه، افضل قلعه، واللي مش عاجبه يتحاسب. ده تفكير خطا. اكبر قلعه يا سيدي، اكبر قلعه رياضيه، لكن مالكش دعوه باراء الناس. لكن هي الفكره كلها داخل الزمالك كده. ميدو طالع يرتب، زمالك، اهلي، بيرتب، مش بس حتى بيتكلم عن فرقته، لا وبيرتب باقي الفرق. نفسي حد يكلم الكابتن حسين لبيب ولا اقدر اوصل له اساله هو كان بيطلع بره المقصوره ليه؟ افرض اتغلب هياخد الزمالك ويرجع؟ لا لعب على النهائي اللي ما لعبش. ده انت رايح بالكارت الذكي اصلا، يعني رايح مجامله لتاريخ النادي اللي انت ما يعني جزء منه في كره اليد، لكن تاريخ الزمالك الاقوى هو كره القدم. فانت بتنسحب ليه؟ كنت بتسيب المقصوره ليه؟ ونفس تفكيرك اللي خلى ده هو نفس تفكيرك لما اللعيبه غلطت، انت كنت رافض تعتذر عشان يطلع بايام من نص ساعه ان الزمالك بيفكر في الانسحاب من البطوله. هو ده مش الدوري المصري، انت عايز تنسحب. انت في بطوله باسم مصر، الشركه المنظمه بعتها لك عشان تأول بطوله. لكن مين الدوله؟ السعوديه؟ الامارات؟ مين الدوله بعد كده؟ قطر؟ مين الدوله اللي هتقول احنا عايزين نشتري السوبر المصري؟ ده كله مشاكل. لعيبه بتتعدى على فرد امن. طب خلاص، طب ما زي ما انت بتقول هنسحب من البطوله، طب ما خلاص ما كنتش تدفع الكفاله وتسيب اللعيبه وتسيب القانون. ولا هناك برضو هم هيتميزوا ويميلوا للنادي الاهلي؟ لو كان الموضوع اتلم وحصل الاعتذار ما كناش في الصوره دي. الصحافه الاماراتيه والمعلقين والمحللين كله يتكلم وكله يرجع، وانا بفكر نرجع. طب خلاص ارجع ارجع عشان تبقى علامه لمجلس اداره النادي الزمالك انا بنسحب، انا صاحب الكوره هاخد الكوره وامشي. احنا كده مش رياضه. ومن لو ما كانش فيه تصوير والاعتداء ظاهر. طب ليه؟ دونج اصلا نازل يعمل ايه؟ الاثاره الثانيه في النادي الاهلي، كهربا اخطا. كابتن محمد رمضان استغل سلطته واستغلها، بس العقاب بزياده، لكن هو صاحب السلطه. لكن عقاب زي ده يقضي على كهربا؟ لو كهربا ما استخدمش العقل هيقضي عليه. لكن كهربا عارف من جواه انه اخطا. وانا كانت رسالتي من شهر 6 اللي فات لكهربا، يا كهربا انت كولر مش شايفك مهاجم، كولر هيحطك يوظفك جناح. كولر ليه هدف في المباراه. طب ما هو عمل حاجات كتيره كهربا ما تنمش ان هو عايز يكمل باقي الموسم كده ولا ماتشات افريقيا كده. كهربا كنت تسيب الامور تمشي، ارجع مصر اتكلم. كمان مش عاجبني ان الكابتن احمد وكيلك كابتن احمد كل حوار الكابتن يتدخل مع الكابتن محمد رمضان. وكيلك ليه في التعاقد انتهى الامور، مكافآتك عقوباتك انت يا كابتن كهربا اللي تتدخل. ده درس ليك يا كابتن كهربا، لا تلحق بدري تدور على نادي قبل يوم 25، لا تلتزم وتعرف ان النادي الاهلي مش هيقف ومش هيشيل النادي الاهلي كل اللي انت قدمته قصاد خطأ.